السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة. سبق واتكلمنا قبل كده في أكتر من فيديو عن الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة في مصر. وقلنا حضرتك داخل المطار هتسجل تليفونك على تطبيق تليفوني، وإن الموبايل هيشتغل معاك 90 يوم وبعد كده هيقف، اللي هي فترة الأجازة بتاعتك. وقلنا بالنسبة بقى للي اشترى موبايل من بره ومعاه حاليا في مصر يلحق يفعله قبل تنفيذ القرار. فالناس المقيمين بالخارج جات لهم فكرة انهم يفعلوا الموبايلات اللي معاهم بشريحة مصرية، غير كمان اللي عاوز يعمل فاتورة بأقل من سعر الجهاز، واللي عاوز يشيل التليفون من علبته ويركب له كفر قديم ويعدي على انه مستعمل. بالنسبة للفاتورة فهم عندهم قائمة بأسعار الموبايلات، قائمة فيها الموديلات وكل موديل وقدامه السعر بتاعه سواء جديد أو مستعمل. يعني حضرتك مهما تجيب فاتورة ومهما تغير في سعر الجهاز السعر هيظهر قدامهم سواء كان جديد أو مستعمل. يعني ده سيستم متكامل، مجرد ان هو بيكتب الموديل بتاع الجهاز بيظهر قدامه السعر بتاعه جديد ومستعمل. وبالنسبة للي عايز بقى يشيل الموبايل من علبته ويغير الكفر والحاجات دي، اكيد الموبايل هيبقى باين ان هو جديد، يعني الموبايل بتاع حضرتك اكيد هيبقى شكله جديد. نيجي بقى لأهم نقطة، وانك تفعل جهازك بره مصر. يعني وانت بره مصر تفعل جهازك بشريحة مصرية. هي بصراحة الفكرة كويسة، بس حضرتك نسي حاجة مهمة جدا، إن حضرتك لما هتفعل الموبايل بشريحة مصرية مش هيتفعل على شبكة مصرية، لا هيتفعل على الشبكة اللي حضرتك موجود فيها، هيتفعل على الشبكة بتاعة الدولة اللي حضرتك موجود فيها. وبالتالي هو كده مش هيتفعل على شبكة مصرية، لا كده هو هيتفعل على الشبكة بتاعة الدولة اللي حضرتك موجود فيها. وبالتالي الجهاز ده ما اتفعلش في مصر ولا دخل مصر، فكده هم طبعا هيبقوا عارفين ان الجهاز ده متفعل خارج مصر مش داخلها. فاظن ديت برضو فكرة مش كويسة. اظن ديت فكرة مش كويسة، والافضل ان حضرتك تسيبه زي ما هو وتعدي بالجهاز وتدفع الضريبة بتاعته. نصيحة، محدش يخبي موبايل يا جماعة وهو جاي، محدش يخبي موبايل وهو جاي. عدي بالموبايل عادي وادفع ضريبته افضل. الأجهزة حاليا والتقنيات الحديثة تقدر تعرف اللي جوه شنطة حضرتك، فأكيد ده مش هيعدي عليهم بالساهل يعني. فاللي حضرتك تقدر تعمله إنك تقدر تفك جهاز من علبته وتعدي بيه على إنه مثلا جهاز مستعمل، فكده ممكن الضريبة تقل معاك. وطالما حضرتك جايبه لاستعمال شخصي مش جايبه للتجارة، فحضرتك مش هتحتاج الكرتونة بتاعته في حاجة. والأفضل ليك قبل ما تشتري موبايل من بره شوف سعره هنا الأول كام، شوف سعره الأول في مصر كام، وقارن سعره ما بين مصر وبين الدولة اللي انت فيها بعد ما تضيف قيمة الجمارك على سعره. لو لقيت سعره كويس زي هنا أو أقل ماشي هاته وانت مطمن، لكن لو لقيت سعره أعلى لا، الأفضل إنك تجيبه من مصر وتوفر الفلوس اللي هتصرفها عليه. إلا إذا كان بقى حضرتك شايف إن بره الجودة أعلى أو كده، فطبعا الأمر ده يرجع لحضرتك. زي ما قلنا في الأول، نصيحة، عدي مظبوط وادفع الضريبة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة متنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وما تنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.